السؤال الثالث والعشرون: ما ضابط الاختلاط المنهي عنه؟ الاختلاط المنهي عنه هو ما يثير فتنة وما يثير نعم، ما يثير فتنة بين الجنسين هو الاختلاط المنهي عنه. والاختلاط قد يكون مع الخلوة وقد يكون دونها. ما كان مع الخلوة فكله محرم، وما كان دونها فيشترط فيه أن يكون هنالك مكان خاص بالرجال ومكان خاص بالنساء، وإن جمعتهم قاعة واحدة. الأمر الثاني: أن لا يحدث شيء من الطرفين ما يلفت الآخر وما يفتنه. الثالث: أن لا يكون هنالك تكسر في القول، بل يلزم كلا الطرفين أن يسعى إلى الحال أو العمل الذي أتوا إليه مع وجود الاختلاط، كحال التعليم مثلا ونحو ذلك، ومع الاستتار الكلي. وهذه الضوابط أسأل الله تعالى أن لا يقع في المحرم، والله أعلم.